السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن الفنان المرسي أبو العباس. الممثل المرسي أبو العباس هو ممثل مصري حاصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1965. بدأ عمله في المسرح من خلال المشاركة في مسرحيات منها السبنسة سنة 62، وانتقل بعدها للعمل بالسينما والتلفزيون، وشارك في العديد من الأعمال ومن أبرزها ليالي الحلمية وإنذار بالطاعة والريان. الفنان المرسي أبو العباس مرصود له حوالي 140 عمل فني، منهم فيلم الشيطان امرأة عام 1972، وكان الفيلم بطولة شكري سرحان وشفيق أمين. وشارك أيضا في جمال الدين الأفغاني عام 1984، وده كان مسلسل. ومثل أيضا دور مغيث الرومي في مسلسل بلاط الشهداء عام 1985، في مسلسل الصعود إلى القمة عام 1985. وقدم شخصية زين الدين ابن تيمية في مسلسل ابن تيمية عام 1985. وشارك في مسلسل حارة الشرفاء عام 1986، وفيلم زمن حاتم زهران عام 1987. وعمل دور نبيل لمعي في مسلسل رأفت الهجان الجزء الثاني عام 1990. وقدم شخصية محمد محمود في مسلسل الوصية عام 1990. وقدم شخصية صبحي في فيلم ضد الحكومة عام 1992. وشارك في مسلسل جمهورية زفتة عام 1997. وكان بيقدم شخصية الشيخ السعودي في مسلسل إمام الدعاء عام 2002. وشارك أيضا في مسلسل أنوار الحكمة عام 2003، ومسلسل الريان عام 2011، ومسلسل علماء المسلمين عام 2018. الفنان المرسي أبو العباس آخر عمل مسجل ليه كان مسلسل بين السرايات عام 2015، وكان بيعمل دور والد مخلص ومحروم. ليست هناك أصلا علاقة من أي نوع تربط بين موكلتي الآنسة أمينة سيد عبد الوهاب وبين الأستاذ إبراهيم محمد شهيد. يدفع الزميل بأن شروط القانون تنطبق عليه وعلى موكلتي ليكون زوجين. الفنان المرسي أبو العباس رحمة الله عليه تاريخ ميلاده كان 1 ديسمبر عام 1940، وتاريخ وفاته كان 14 يونيو عام 2017. كنا نتحدث عن الفنان الممثل المصري الراحل المرسي أبو العباس وممثلين زمان ونجومنا الخالدين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.